السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكة الكاكاو، سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها سهلة، وكمان من غير اي مضرب كهربا ولا اي حاجة، هتعمليها بالمضرب العادي. المكونات بتاعتها سهلة جدا. اول حاجة معايا كوبايتين دقيق تكوني نخلاهم كويس، بس انا لسه منخلتهمش، هنخلهم ان شاء الله اول ما ابتدي الوصفة. ومعايا كمان كوباية ونص سكر. لو عندك سكر لونه افتح من اللون ده هيكون احسن طبعا، بس ده اللي كان متوفر عندي فبرضه هشتغل بيه مفيش مشكلة. وكوباية الا ربع سمنة على زيت، ودي معلقة نصها كاكاو ونصها بن. البن بيبقى عاطي ريحة جميلة جدا، وكمان بيبقى عاطي طعم حلو. وكيس كامل بيكنج بودر، وكيس فانيليا، وكوباية مية، وممكن تستبدليها بكوباية حليب وهتكون افضل طبعا، بس برضه انا اشتغلت باللي موجود عشان تكون اقتصادية. ومعاكي كمان 3 بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. نسمي الله ونبتدي الشغل مع بعض. اول حاجة هنزل بالسكر وعليه على طول السمنة بالزيت، وهبتدي ان انا اقلبهم في بعض لحد ما لونهم يفتحوا خالص. هياخد منك تقليب شوية بس هيكون يعني لو عندك مضرب كهربا طبعا هيوفر عليكي، بس انا حبيت اعملها بالمضرب اليدوي عشان لو محدش عشان لو مفيش يعني مش متواجد عند حد يشتغل عادي بالمضرب اليدوي. قلبت فيهم كده شوية، وعشان يساعد معايا ان اللون يطلع فاتح كده انا ضفت اول بيضة من ال3 بيضات، وفضلت اقلب لحد ما اللون افتح زي ما حضراتكم شايفين. وهنزل بقى عليه بالبيض الباقي. دايما اتعودي انك تفتحي البيض بعيدة عن الحاجة اللي بتعمليها، عشان لا قدر الله لو في بيضة بايظة ما تحطهاش معاهم وتبوظلك يعني باقي المكونات. بس كده خلاص هبتدي بقى اقلب في البيض لحد ما يمتزج تماما مع السكر والزيت من السمنة. عايزة اقولك الكيكة دي بتكون خفيفة جدا، مع كوباية لبن كده تشربيها ان شاء الله الصبح في الفطار او في العشاء، بتبقى حلوة برضو، وتنفع تحطيها في لانش بوكس في المدرسة يعني مع الاولاد. انا النهارده هخليها ساده مش هحط لها اي اضافات، بس لو حضرتك عايزه تحط لها اضافات ممكن تحط لها كريم شانتيه، يعني تفتحيها نصين وتحطي في النص كريم شانتيه، ومن فوق تعملي صوص شوكولاته وتحطيه عليها كده. خلاص انا ضفت الفانيليا وهحط عليها كمان الميه، وزي ما قلت لحضرتك ممكن تستبدلي كوبايه الميه عادي بكوبايه لبن مفيش اي مشكله. هضرب كده كل المكونات مع بعضها تمام. هبتدي بقى ان انا اجهز الدقيق بتاعي وكمان الكاكاو، هي معلقة كاكاو واحدة بس، وبرضه هنخل الاتنين، يعني هحط الكاكاو الاول بعدين الدقيق ونخلهم مع بعض. انا بحب ادخل دايما الدقيق في اي وصفة عشان يديني طبعا نتيجة افضل يعني. شايفين الحبيبات الصغيرة دي بتاعت القهوة، لان انا كنت حاطة مع الكاكاو شوية قهوة. وهننزل كده باكل بيكنج بودر كامل، وهنخلط كل المكونات مع بعضها. قلبي كويس عشان اللون بتاع الكاكاو يمتزج مع العجينة ويظهر شوية. انا كده هضيف كمان شوية كاكاو تاني لان لون الكيكة يعني مبقاش كاكاوي خالص، لان ده مش كاكاو خام. الافضل حطي معلقة كاكاو خام عشان تديكي النتيجة على طول. انا كده ضفت كمان شوية كاكاو حوالي برضو نص معلقة، بس انتي لو حطيتي معلقة كاكاو خام مش هتحتاجي انك تحطي تاني. بس اللون ده كويس جدا، مش محتاجة ان انا اغمقه عن كده. لو حضرتك حابة تغمقيه شوية عن كده مفيش مشكلة، قللي من الدقيق معلقة دقيق وحطي قصادها معلقة كاكاو كمان، وزودي كمان معلقة سكر عشان طعم الكاكاو ميبقاش مر. شايفين ما شاء الله انا عايزة بقى القوام ده. طبعا الفرن تكون شغالة على درجة حرارة 180 قبل ما انتي تشتغلي، وابتدي حطيها على طول في الشبكة، متحطهاش تحت، حطيها على الشبكة في النص. هنا انا بطنت الصينية بتاعتي وبعدين حطيت عليها ورقة زبدة من تحت. هبتدي انزل عليها على طول بالخليط،
هتسيبيها قد ايه في الفرن؟ المدة هتكون 35 دقيقة عشان تبتدي انك تفتحي بس تطمني عليها بخلة الشيش طاووق، هتحطيها في قلب النص عشان تتأكدي اذا كانت استوت ولا لأ، وبس لو طلعت معاكي نضيفة طبعا هتكون استوت. وكده خلاص انا بعد ما طلعتها ما قدرتش استنى انها تبرد، طلعتها على طول، هي سخنة على فكرة، انا شغالة فيها كده وهي لسه سخنة. شايفين ما شاء الله طرية جدا واسفنجية جدا. طبعا ما تقطعهاش وهي سخنة ابدا، الكيك ما بيتقطعش ابدا وهو سخن، بس انا كنت حابة يعني اوريهولكم ما شاء الله عامل ازاي. شايفين حتى لسه طالع منها دخان. ما شاء الله علوها حلو جدا وطعمها حلو جدا وبألف هنا. يا رب كل اللي نجربها ان شاء الله تعجبها. متنسوش بقى اللي هتجربها وتكتبلي في التعليقات طلعت معاها عاملة ازاي. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في وصفة جديدة وفيديو جديد، مع السلامة.